ورجعنا تاني بعد الفاصل مع الأستاذ الدكتور عادل إمام استكمالا للإجابة على سؤال أسباب إصابة الأطفال بأمراض القلب. الأطفال بيبقوا عموما بأول حاجة العيوب الخلقية، ينزل عنده ثقب بين الأذينين أو ثقب بين البطينين أو اختلاف وضع الشرايين والأوردة بتاعة القلب. دي الحاجات اللي الأطفال، أو ضيق في الصمامات، دي الحاجات الخلقية. اما بيكبروا بقى شوية ممكن تجيله حمى روماتيزمية نتيجة اللوز. عموما بعد اللوز لما بتيجي في الميكروب اللي هو اسمه الميكروب السبحي، فالدكاترة بيوصفوا المضاد الحيوي، والأم تلاقي ابنها بعد يومين الحرارة راحت وخلاص، بس بيبقى لسه الميكروب نشط. فأنا بنصح دايما ياخدوا 10 أيام المضاد الحيوي في الأطفال اللي يجي لهم لوز. الأطفال اللي بتعاني من التهاب في اللوز عليهم ان يتم تناول المضاد الحيوي لمده 10 ايام وليس ب3 ايام. لا. الاسباب ان من الممكن يكون لسه نشاط الميكروب قائم ولم يتم القضاء عليه، فقط تم القضاء على الاعراض الثانويه للبكتيريا. بالظبط. يعني اذا تناول الانتيبيوتيك لمده 10 ايام. الام او السيده المصابه بالقلب ليها القدرة انها تبقى حامل؟ مش كل الامراض. مش كل الامراض. يعني اللي عندها ضيق في الصمامات هتتعب قوي. ضيق في الاورطة هتتعب اكتر من اللي عندها ضيق في الصمام المترالي. فبيبقى الواحد بينصح انها تتعالج الاول قبل ما من ضيق الصمامات دي قبل ما تحمل. في حاجة اللي هو ما بنحبس أبدا الحمل فيها، اللي هو ارتفاع ضغط الشريان الرئوي البرايمري، اللي هو الأولي. اللي عندها ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي بننصحها بلاش الحمل، لأنه ضرر على الجنين وعليها. ولو إن في حالات الستات بتقول لك لا أحمل، أموت. وشفت واحدة جزء من إنسانية المرأة أو حياتها إنها تكون أم. خلفت 4 بس ماتت بعد الرابع. 4 طبعا. طبعا الحمد لله. في علاقة ما بين العمر والأسبرين والقلب. ليه دايما في نصيحة الناس بتقولها لبعض بعد عمر بعد ال40 ناخد قرص أسبرين عشان يقينا من الجلطات القلبية؟ هو الأسبرين المادة دي الأستال ساليسيليك أسيد ده بيقلل قدرة الصفائح الدموية اللي ماشية على الالتصاق. فبيخليهاش تلتصق وتكون جلطات، خليها سايبة دايما. يعني بالفعل ليه دور مهم. ليه يعني دور. الأسبرين بعد ال40 من العمر بينصح تناوله قرص في اليوم كوقاية من تكوين جلطات قلبية. طيب آلام الأسنان هل بالفعل بتسبب خفقان للقلب؟ لا، هي بتسبب حاجة تانية أوحش. السنان المسوسة والالتهاب اللثة من أكتر الأسباب لإصابة الشرايين التاجية والجلطات والذبحة الصدرية. اللي هو السنان اللي هي التهاب اللثة والتسويس الأسنان من أكتر أسباب الإصابة بالأمراض الشرايين. لما بنقول إن الطفل عنده حرارة عالية، إمتى أقول إن الحرارة دي هتأذي القلب؟ يعني الحرارة مش هتأذي القلب. يعني الحرارة ملهاش علاقة بالتأثير؟ لا، الحرارة هتأذي. ولا ال40 درجة ولا الكلام ده؟ لا، الحرارة هتأذي المخ مش القلب. هي تسرع النبض بس قوي، تخلي النبض سريع جدا. كل ما تزيد درجة الحرارة يزيد النبض. طيب ايه هو الكوليسترول
وامتى اقول عندي ايه الكوليسترول النافع وايه الضار، وايه اللي يزود لي النافع، وازاي اقي نفسي من مشاكل الكوليسترول؟ الكوليسترول احنا عارفين فيه صنف ضار اللي هو اللو دنسيتي قليل الكثافه ده، وصنف مفيد اللي هو الهاي دنسيتي عالي الكثافه. لان عالي الكثافه بياخد اللو دنسيتي ده ما يخليهوش يترسب جوه الشرايين ويعمل الضيق بتاع الشرايين. وفي بقى ادويه كتير، في حاجات زي الاوميجا دي مثلا، وفي ادويه تانية زي الاوميجا لعلاج الكوليسترول العالي اللو وتقليل المشاكل الناتجه عن الكوليسترول الضار برضو. وتقليل برضو لما بتبقى ترايجليسرايد زياده قوي برضو بنعالجها، ليها علاج. حقنه البنسلين والاستمرار عليها ايه مشاكلها، او امتى بتتكتب، وهل في مخاطر على القلب منها؟ هي حقنه البنسلين طويل المدى ده بتتكتب يوجوالي في الناس اللي الاطفال اللي جالهم حمى روماتيزميه او جالهم التهاب في اللوزتين. لان الحمى الروماتيزميه بتبقى عباره عن تفاعل او حساسيه بتحصل من التهاب اللوزتين، فبيبقى الغرض من الحقنه ان ما يجيلوش التهاب تاني في اللوزتين، يعني وقايه من الالتهاب الميكروب السبحي عشان الحمى الروماتيزميه ما تتكررش وتاثر على الصمامات. النوم، هل النوم بيأثر على صحه القلب؟ يعني اللي بينام كويس غير اللي بينام، يعني مثلا انا مختاره ان ينام قليل، مختاره، وحد تاني مختار ينام كتير، ايهما افضل؟ الاتنين وحشين. الاتنين وحشين. طيب اللي بينام نوم غصب عنه مش عارف ينام كويس، هل ده ساين برضو تخليني اقلق على القلب؟ ساين للتوتر طبعا والقلق. لكن الواحد لازم ينام له في اليوم على الاقل 6 ساعات مثلا. في وظائف او ساعات حاجات ما تعرفيش تنامي 6 ساعات، انما المفروض الانسان ينام 6 ساعات. المفروض الطفل ينام 10 ساعات على الاقل. الكبار يناموا 6، اللي بينام زياده بقى مناعه، النوم لوحده مناعه، يعني ما يكون في الشكل السليم جلطات في رجليه مخاطر للنوم الكتير ان زياده الوزن ومشاكل جلطات الاورده، جلطات الاورده نتيجه نوم كتير. يعني ازود طبعا دي حصريا مع الدكتوره نانسي. يعني لو نوم عدد ساعات النوم زادت دي مخاطر على القلب. طبعا. طيب انا هستاذن حضرتك ان احنا عايزين روجيتا حصريه مع برنامج الدكتوره نانسي سيادتك تقدمها لكل المواطنين ازاي يقوا نفسهم من مخاطر الاصابه بامراض القلب. لا حاضر يا دكتوره نانسي، تأمري. شكرا لحضرتك. اول حاجه الرياضه. والرياضه ممكن بابسط صورها المشي، واوفر صورها المشي. تاني حاجه الاكل الصحي، الخضروات، الفواكه، تقليل الدهنيات، تقليل اللحوم. ثالث حاجة يا ستي النوم بشكل صحي. النوم الصحي برضو. البعد عن القلق والتوتر، الواحد يحاول يتعلم البرود، لازم. يعني ما يقعدش الصبح وهو نازل واحد يخبطه بالخبطة صغيرة في العربية ينزل ويتخانق ويفتح ويعلي صوته ويبتدي اليوم بالخناق. يعني انا شخصيا وانا سايق لو واحد خبطني وانا ماشي بدل العربيه ماشيه وما بقفش. لو انا اللي خبطت بقف، ينزل اقول له بقول لك ايه، خد الكارت بتاعي اهو
روح صلي عربيتك وكلمني، او خلي صلحها يجي لي. يعني الواحد يحاول الدنيا مش يبعد مستاهله يعني. يبعد عن القلق والتوتر والنرفزه. نشكر حضرتك، وسعدت جدا جدا بلقائي حضرتك معاك النهارده، والبرنامج واسره البرنامج مع الدكتوره نانسي. شرفنا بلقاء حضرتك، وانتظرونا في حلقه قادمه ان شاء الله من يوم الاثنين القادم الساعه 2 في حلقه جديده ومحتوى جديد. شكرا والى اللقاء.